ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرة النهاردة هتبقى سايكاتري. هنشرح موضوع من أهم المواضيع في السايكاتري وهو السكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا أو الفصام باللغة العربية، الفصام أو انفصام الشخصية. والله أنا بصراحة مكنتش مقرر أشرح نفسية، بس النفسية هي يعتبر جزء كبير من الباطنة وجزء مهم جدا، واحنا عارفين ان الأمراض النفسية ممكن تعمل أمراض عضوية، والأمراض النفسية أسباب لأمراض عضوية كتير. فبالتالي الأمراض النفسية ده جزء مهم جدا 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 من الباطنة، ولازم أي دكتور باطنة يبقى فاهم النفسية دي كويس جدا وفاهم أعراضها وفاهم كل الأمراض اللي موجودة فيها، لأنه مش تخصص منفصل، لا هو تخصص انتجريتد جدا في الباطنة. مبدئيا كده هي السكيزوفرينيا، لما اقول سكيزوفرينيا هي مش ديزيز، يعني هي not one disease. it is spectrum disorder. يعني ايه سبيكترم؟ كلمة سبيكترم هنقابلها كتير في السايكاتري. كلمة سبيكترم معناها مجموعة من الأمراض، تمام، بتتميز بصفات معينة، تمام. يعني دي كلمة سبيكترم. هنلاقي في مثلا حاجة اسمها اوتستيك سبيكترم اللي هو طيف التوحد، فاهم، طيف الانفصام أو الانفصام، تمام. يبقى السكيزوفرينيا سبيكترم دي كذا مرض ليهم أعراض معينة مشتركين في الأعراض دي. مبدئيا أول فرد من أفراد العيلة دي هو السكيزوفرينيا العادية اللي هي ده تخصص شرحنا النهاردة. تاني فرد في العيلة سكيزو افكتيف ديس اوردر، هنشرحه برضو النهاردة بإذن الله. نفهم بس يعني ايه كلمة سكيزو افكتيف. يعني كلمة سكيزو افكتيف معناها سكيزو وافكتيف، يعني هي مكونة من سكيزوفرينيا يعني جزء فصام، والجزء التاني اللي هو الافكتيف ده حاجة مشكلة في المود، مشكلة في المزاج، ممكن يكون في ديبريشن، ممكن يكون في باي بولر مانيا. تالت فرد في العيلة وهو الديلوجينال ديسوردر. ديلوجينال ديسوردر او اضطراب التوهم او الوهم، اضطراب الوهم هناخده برضو. رابع فرد في العيلة دي تشيزوتايبل او سكيزوتايبل ديسوردر. ده نوع من البرسوناليتي ديسوردر، ده بقى اللي هو الشخص المصاب بانفصام في الشخصية، هي دي الكلمة اللي هي التشيزوتايبل. ده طبعا مش تخصصنا النهاردة ولا هنشرحه دلوقتي خالص، تمام. احنا بس هنشرح الثلاث مواضيع الاساسيين اللي احنا قلنا عليهم ان شاء الله بالتفاصيل. مبدئيا ما هو تعريف السكيزوفرينيا؟ السكيزوفرينيا هو الانفصام. يعني ايه بقى انفصام؟ It's a chronic psychotic disorder characterized by marked disturbances in thought and behavior and mood with impaired function and deterioration in personality at least 6 months. يعني ايه؟ يعني هو chronic disease. chronic disease يعني مرض مش بيجي مرة واحدة وبيروح تاني، لا ده مرض مستمر، مشكلة نفسية مستمرة وقت معين. هو بيقولك at least 6 شهور. التغيرات اللي هتحصل والأعراض دي لازم أقل حاجة تبقى 6 شهور، تمام. characterized by marked disturbances in thought and behavior and mood. يعني هو واخد 3 فروع من الفانكشنز بتاعت الانسان، يعني اللي هو thought الفكر، والbehavior التصرف والسلوك، والمود اللي هو المزاج. فهو واسع جدا ومرض بياخد كذا حاجة، كذا حاجة في النفسية: المزاج، behavior سلوك، thought فكر. فده مرض قوي جدا. القوة بتاعته بتعمل impaired function and deterioration في البرسوناليتي، يعني مشكلة في الشخصية ومشاكل وظيفية ومشاكل سوشيال. والمصاب بهذا المرض إلى حد ما، يعني بعض المصابين بهذا المرض مش كله، مش بيعرف يعيش مع الناس بطريقة طبيعية. فعشان كده هو مرض مش سهل، وده من أهم الأمراض في النفسية، تمام. طيب قالك with at least 1 month of active symptoms. يعني ايه active symptoms؟ هنعرف الكلام ده. ده يعتبر تعريف عام للسكيزوفرينيا. طيب ايه بقى هي الاعراض بتاعه السكيزوفرينيا اللي انا اقدر احطها كمان في التعريف ده؟
هو بيقول لك ان يبقى الكلام ده المشكله في الشخصيه، ومشكله ومشكله في المود، ومشكله في البيهيفير، ومشكله في الثوت في الفكر. وكمان يبقى في اعراض اسمها البوزيتيف سيمبتومز at least one month، يعني في شهر الاقي اعراض معينه اسمها البوزيتيف سيمبتومز او الاكتيف سيمبتومز. تمام. السلايد الجايه بقى نتكلم على السيمبتومز المهمه جدا واللي هنحفظها بطريقه سهله جدا وسهله التذكر. هو بينقسم لنوعين من الاعراض، وهي positive symptoms و negative symptoms. تمام. انا مخلي البوزيتيف سيمبتومز ازرق والنيجاتيف سيمبتومز احمر، ده مش حاجه يعني اللي هو هباء، لا، انا عامل كده لان النيجاتيف سيمبتومز وجودها في عيان السكيزوفرينيا بور بروجنوزس، او تلاقيه مش بيستجيب للعلاج احسن حاجه، وغالبا غالبا غالبا بنعمل له حاجه من الاثنين، هوسبيتاليزيشن واي سي تي اللي هو الكترو كونفالسيف ثيرابي اللي هو العلاج بالكهرباء. عشان كده انا عامله باللون الاحمر، ده معنى كده اللي هو علامه خطر، يعني لازم بقى نشوف حل للموضوع ده، مش هيقدر يتعايش، حتى الادويه ممكن ما تنفعش معاه. طيب نبدا بالبوزيتيف سيمبتومز. بوزيتيف سيمبتومز هم 2 سيمبتومز اساسيين جدا جدا في اي عيان سكيزوفرينيا، اللي هو الديلوجنز والهالوسينيشنز، الاوهام والهلاوس. الاوهام يعني ايه وهم؟ كلمه وهم هو اضطراب في الفكر، the thought disorder. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا بفكر ان انا حواليا كاميرات، الكاميرات دي مراقباني وعارفه انا بعمل ايه، ومستنيين فوق الناس اللي هي مركبه الكاميرات دي مستنيين فرصه انهم يقتلوني مثلا او يسموني، فاهم؟ دي delusions، اوهام، اتجنن، فاهم؟ طيب hallucination دي هلاوس. يعني ايه هلاوس؟ يعني مؤثر حاجات مش موجوده بس بشوفها. في حاجه اسمها auditory hallucinations اللي هي اوهام بصريه. يعني ايه اوهام بصريه او هلاوس بصريه؟ هلاوس مش اوهام. الهلاوس البصريه ان انا اشوف مثلا ناس معينين هم مش موجودين، اسمع اصوات مش موجوده، فاهم؟ احس بحاجات على جلدي مش موجوده، واخد بالك ازاي؟ اشم روايح مفيش اي ريحه في المكان في الحاجه دي. يبقى في اول حاجه واهم حاجه اللي هي الاوديتوري هالوسينيشنز والفيجوال هالوسينيشنز، وبعد كده التاتش هالوسينيشنز والولفاكتوري او الجاستاتوري كمان هالوسينيشن، احيانا جاستاتوري هالوسينيشن في كل اللي هي التذوق يعني في انواع كتير من الهلاوس، بس اشهر حاجه الاوديتوري هالوسينيشنز. الشخص ده بيسمع ناس مش موجودين، بيسمع اصوات معينه بتأمره بحاجات معينه، او بيدوله اخبار عن حاجات معينه، او بيكلموه، او بيعلقوا على اللي هو بيعمله. يعني مثلا هو مثلا بيذاكر ولا حاجه، يعلقوا انت بتذاكر، انت فاهم؟ فاصوات بتعلق عليه، اصوات بتأمره، اصوات تانية بتكلمه، فاهم؟ اصوات حاجات كتير، يعني هلاوس سمعيه اسمها الهلاوس السمعيه. تمام. طيب يعني ايه بقى النيجاتيف سيمبتومز؟ نيجاتيف سيمبتومز اللي هو كلها حاجات انسحابيه او اعراض انسحابيه، زي مثلا فلات افكت. يعني ايه فلات افكت؟ وشه خشب. يعني ايه وشه خشب؟ يعني تيجي مثلا تكلمه في حاجه بتضحك مش بيضحك، تيجي تكلمه في حاجه بتزعله حزينه مش هيبين اي مشاعر، مفيش اي مشاعر، نو ايموشنز، نو مود، مفيش افكت اللي هو جايه من شكله، يعني مفيش اي تفاعل مع اي حاجه. بتكلمه مثلا تشتمه، بتعمل كل حاجه، مفيش اي ردة فعل. سوشيال ويزرول، معزول عن الناس، دايما قاعد في اوضته، قاعد لوحده، منعزل تماما عن الناس. افوليشن، انا اسف في كلمه افوليشن، هي المفروض افوليشن بس تبقى غلط، افوليشن بالفي. افوليشن ده معناها بالعربي انعدام الاراده. يعني ايه انعدام الاراده؟ مفيش اي نشاط بيعمله، مفيش اي شغف، فاهم؟ حتى لما بيعمل الحاجات العادية مش عارف يعملها، مش عارف يعمل أقل حاجة. يعني أقل حاجة في الدنيا ممكن مثلا يروح ياكل مثلا، مش عايز، مفيش أي دافع لأي حاجة. افوليشن بالفي مش بالبي. تمام. كاتاتونيا، يعني كاتاتونيا تخشب، تلاقيه ثابت كده، تحاول تحركه مفيش، متحركش، تحاول تقول له قوم مفيش، ما بيردش، ما بيعمل. الكاتاتونيا دي ليها انواع كتير جدا هنشرحها
بعد كده. طبعا الاعراض دي اخطر من الاعراض اللي هي الديلوجنز والهلوسينيشن. طيب ايه الفرق بقى كمان؟ ان البوزيتيف سيمبتومز بتستجيب كويس جدا لحاجه اسمها التيبيكال انتي سايكوتكس، اللي هي الادويه، اول ادويه اخترعت في الادويه النفسيه، اللي هي الادويه بتاعت الانفصام، زي مثلا هالوبريدول، كلوربرومازين. دي الادويه اللي هي التيبيكال انتي سايكوتكس. في بقى نوع اللي هو النيجاتيف سيمبتومز، اول لاين معاها اللي هو ايه؟ اتيبيكال انتي سايكوتكس. هي انتي سايكوتكس برضو بس اتيبيكال، يعني نوع مختلف من الانواع اللي هي الاتيبيكال، زي الكلوزابين. ماشي. واحيانا العلاج برضو بيبقى ريزيستنس. احيانا النيجاتيف سيمبتومز دي بتيجي بريزيستنت، مش بيستجيب للعلاج الدوائي، فبنضطر نعمل له اي سي تي، طبعا هوسبيتاليزيشن. اكيد مش هنعمل له جلسات كهرباء بره، لا بتبقى جلسات كهرباء في المصحات، هوسبيتاليزيشن. تمام. طيب بعد كده دي اس ام كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن بقى بتاع الانواع بتاعت السكيزوفرينيا. ليه في كذا نوع للسكيزوفرينيا. اول نوع واشهر نوع هو البارانويد سكيزوفرينيا، او بالعربي جنون الريبة او جنون الشك، جنون الريبة. بيتميز بايه بقى البارانويد سكيزوفرينيا ده؟ والله بيتميز انه اهم حاجة في delusions و hallucinations، يعني في positive symptoms اللي هو اوهام وهلاوس. تمام. with no catatonia, no flat affect, no disorganized behavior. ما عندوش اي تخشب ولا اي حاجة من اعراض التخشب، زائد انه ما عندوش اي مشكلة في النيجاتيف symptoms. تمام. يبقى هو يعتبر positive symptoms only. يعني ممكن نقول بي مع البي positive symptoms. بارانويد positive symptoms. يعني ايه بارانويد؟ اللي هو جنون الريبة او جنون الشك. زي ما قلت لك، هو شاكك ان حد مثلا بيخونه، شاكك ان حد مثلا عايز يقتله، عايز يسمه، شاكك في ان في ناس عايزه تاذيه. فاهم؟ في انواع كتير برضو للديلوجنز اللي بتيجي في دماغه. بس الفكره ان مفيش اعراض سلبيه. دي حاجه مهمه ودي حاجه مميزه. النوع ده كويس وبيبقى جود بروجنوزس، وبيقول لك less functional deterioration، مجرد اوهام وهلاوس بس. ده اللي هو البارانويد، ده اللي هو النوع البارانويد، الشك او الريبة. في قصة حلوة جدا، كيس كده جميلة. بيقول لك ان طالب، تمام، عايش على الاكل المعلب لانه خايف ان المافيا تسممه، لانه مقتنع ان في كاميرات مراقبة في الشقة بتاعته وهو متراقب على طول، وبيسمع صوت واحد بيعلق على اي حاجة بيعملها. الكلام ده بقاله 9 شهور معاه. قبل الأعراض دي كان منعزل اجتماعيا، واخد جنب لوحده في الأوضة بتاعته، وشاكك في كل اللي حواليه، مستوى الدراسة زي الزفت ودرجاته زي الزفت. دي حالة بتوضح لنا فكرة السكيزوفرينيا. طب ما تيجي نحللها كده. هو طالب عايش على الأكل المعلب، عادي، ممكن أي حد في الدنيا ياكل أكل معلب، يروح يجيب تونة، يروح يجيب فول مثلا، يروح يجيب أي حاجة من السوبر ماركت. مش دي المشكلة. ليه بقى؟ لأنه خايف إن المافيا تسممه. هو مقتنع إن في مافيا، ومقتنع إن هم عايزين يسموه هو، يعني. تمام. ومقتنع كمان إن في كاميرات مراقبة حواليه بتراقبه، وعارفين هما بيعمل إيه وبيروح فين وبيعمل إيه. تمام. وكمان بيسمع صوت واحد بيعلق عليه أنت بتعمل إيه. يعني بيشوفوا مثلا واحد أو مثلا بيروح ياكل، أنت بتاكل، طب ليه بتاكل كده؟ فاهم؟ فهو في حد بيعلق عليه، في حد بيعلق على اللي هو بيعمله. الكلام ده بقاله 9 شهور. خلي بالك، احنا هنا عندنا delusions و hallucinations، والكلام ده بقاله 9 شهور. معنى كده ان الموضوع كرونيك اكتر من 6 شهور. والاعراض دي كمان معاها اعراض تانية انسحابية، زي ايه؟ منعزل اجتماعيا اللي هو social withdrawal، واخد جنب لوحده زي ما قلنا، وشاكك طبعا في كل اللي حواليه، عنده نوع من persecution واوهام اضطهادية. ومستوى الدراسة طبعا اللي هو functional impairment and social impairment. تمام. دي حالة كده لازم نفهمها علشان نكمل الموضوع السكيزوفرينيا ونفهمه كويس ونعرف الأعراض. تاني نوع من السكيزوفرينيا وهو ال disorganized schizophrenia. disorganized schizophrenia يعني ايه disorganized schizophrenia؟
ده نوع من السكيزوفرينيا موجود فيه كل السيمتوم، موجود فيه hallucinations، موجود فيه delusions، موجود كمان فيه الأعراض التانية السلبية زي الفلات افكت والسوشيال withdrawal والكلام ده كله. والفكرة فيه بقى إن الديلوجنز مميزة جدا، إنها بيسموها إيه؟ bizarre delusions، all symptoms are present، كل الأعراض موجودة. ركز في اللي بعدها بقى، delusions are bizarre يعني إيه؟ مشوهة، مش مترتبة، داخلة في بعضها. فبالتالي الديلوجنز دي يعني ايه برضو مش مترتبة؟ احنا قلنا اللي اللي هو البارانويد، هو بيقول ان في مافيا عايزين يقتلوه، فمركبين كاميرات حواليه، تمام، عشان يعرفوا هو بيعمل ايه فيقتحموا في الوقت المناسب. الديلوجنز بقى بتاع الديسورجنايزد سكيزوفرينيا مش منطقية، فاهم؟ يعني الحاجات التانية كانت منطقية، دي مش منطقية، بتبقى غير مرتبة وديس اورجنايزد، فاهم؟ وحتى كلامه لما بيقولها مش عارف يفسرها كويس، مش عارف يتكلم كويس، فاهم؟ الاورجنايزد ديلوجنز اصلا اللي هي في البارانويد، مش عايز اقول لك انت ممكن تصدقه لو مش عارف ان هو مجنون او عنده المرض ده او بتحول لك بجد، انت ممكن تصدقه. انت ممكن تشخص نفسك انك مجنون عادي، فاهم؟ انما اهم حاجه في الديس اورجنايزد انه عنده الديلوجنز دي بيزار زائد disorganized speech، يعني عنده مشكلة برضو في الكلام، مش بيعرف يتكلم كويس. disorganized behavior في السلوك بتاعه نفس القصة، عشان كده سميناها disorganized schizophrenia. والنوع ده من أسوأ الأنواع، تمام، لأنه الديلوجنز بايظة، تمام، وده يعتبر من أسوأ الأنواع، بيسموها marked social and occupational disturbance، بيؤدي لمشاكل اجتماعية ومشاكل كلامية، يعني الدنيا بايظة. ده من أسوأ الأنواع اللي موجودة. هو نوع تاني هنعرفه من أسوأ من النوع ده كمان، تمام. طيب بعد كده بقى هندخل بقى على الايه، الشغل بقى بتاعنا، الكاتاتونيا او الكاتاتونيك سكيزوفرينيا. كاتاتونيك سكيزوفرينيا اللي هو التخشب، ليه انواع كتير جدا وحواراته كتير جدا ومصطلحاته كتير، ومعلش بقى احنا لازم نحفظها. دي لازم تتحفظ لانها بتيجي في الام سي كيو كتير جدا، بتيجي في الام سي كيو كتير جدا. الكاتاتونيك سكيزوفرينيا اول مصطلح معانا وهو كلمة كاتاليبسي. كاتاليبسي شبه كلمة ابيليبسي اللي هو الصرع. كاتاليبسي معناها ان الشخص ده ثابت على وضعية معينة، يعني تلاقيه مثلا نايم ورافع رجله، واقف على رجل واحدة، دي كلمة كاتاليبسي. الموبايل بوزيشن ومينتيند تبقى ثابتة. تاني حاجة كاتاتونيك بوستشر، لا هو واخد وضعية معينة قدامك، يعني مثلا هو كان قدامك واقف، مرة واحدة قام رافع رجله وثابت على الوضع ده، واقف على رجل واحدة، unusual posture، فاهم؟ لافف ايده مثلا حوالين بطنه مثلا، فاهم؟ اي وضعية وثابت عليها، كاتاتونيك بوستشرنج. تالت حاجة كاتاتونيك ريجيديتي، تخشب بقى. يعني ايه تخشب؟ هو خد الوضعية، تيجي انت هتحاول تتغير الوضعية بتاعته، تفك ايده مثلا، تشيل ايده، تسحبه، مفيش، خشبة، متخشب، مش بيتحرك، تمام. دي اسمها كاتاتونيك ريجيديتي. held against all effort to be moved. طيب واكسي فليكسابيليتي، انت تقدر تشكله، يعني انت ممكن تشكله على وضعية معينة. انت مثلا تقوم رافع ايده، يعني انا شفت فيديو بجد غريب جدا، عيان نايم على السرير، الدكتور قام رافع له رجله، يعني عامل له فليكشن للهيب، مش فليكشن للني، فليكشن للهيب، صعبة جدا. فضل ثابت على الوضع ده بالساعة والساعتين عادي، ما عندوش اي مشكلة. هو الدكتور عمله بالوضع ده اسمه كاتاتونيا او واكسي فليكسبيليتي. molded easily into positions، يعني بيتشكل، فاهمني؟ عشان كده يسموه واكسي، يعني شمع زي الشمع. كاتاتونيك ستيوبر، مش حاسس بأي حاجة ولا بيعمل أي حاجة، فاهم؟ اللي بيسموها slowed motor activity، هو مش بيعمل حاجة والحركة بتاعته بطيئة جدا وضعيفة جدا. ما علينا، مش مهم أوي يعني. في كاتاتونيك اكسايتمنت، عكس ده، عكس الستيوبر، لا ده بيبقى agitated وانكريزد موتور اكتيفيتي، وعايز يكسر وعايز يضرب، متهيج من غير اي سبب، يعني هو متهيج من غير اي سبب، فاهم ازاي؟ دي برضو تلخبطك مع حاجات كتير، بس اهم حاجه الحاجات اللي فوق دي هي الاشهر، الكاتاليبسي والكاتاتونيك بوستشرنج وريجيدي، دي مهمه جدا، والواكس فليكسبيليتي. بس نعرف المصطلحات التانية دي عشان الام سي كيو. نيجاتيفيزم نفس القصه،
هو تقول له مثلا ارفع ايدك، مفيش، ولا اكنه سامعك ولا شايفك ولا اي حاجه، مفيش اي استجابه. نيجاتيفيزم، سلبيه، مفيش. افتكر اللي هما الستيوبر والموتيفلس، مفيش معناها مفيش، مش سامعك مش شايفك مش حاسس بيك، فاهم؟ هو واعي، هو يعني منطقيا هو واعي، مخه واعي وكل حاجه، بس هو مش بيتكلم، مش بيتفاعل، مش اي حاجه، تطلب منه اي حاجه مش بيعملها. طيب دي الانواع. بعد كده النوع اللي هو اسمه undifferentiated schizophrenia. يعني ايه undifferentiated schizophrenia؟ يعني مش عارفين نحدد نوعها بالظبط، هي بارانويد ولا هي disorganized، فاهم؟ يعني فيها ميكس ما بين ال disorganized والبارانويد. ازاي؟ يعني هنلاقي فيها delusions وهنلاقي فيها hallucinations، واخد بالك؟ وبرضه هنلاقي فيها disorganized speech و disorganized behavior. بس الفكرة انه مختلف عن اللي موجود في الانواع بتاعها، بمعنى ان هنلاقي الهالوسينيشنز اقل شوية من البارانويد، وهنلاقي اللي هي السوشيال او disorganized speech and disorganized behavior اقل برضو من ال disorganized type، خد بالك؟ يعني هنلاقيها intermediate between paranoid and disorganized. يبقى هي intermediate، أهم حاجة كلمة intermediate between paranoid and disorganized. Delusions and hallucinations are less than in paranoid schizophrenia, with disorganized speech and behavior are less than organized. وهي برضو حتى في الفانكشنال والسوشيال impairment بتبقى intermediate برضو. residual سكيزوفرينيا. يعني ايه ريزيدوال سكيزوفرينيا بالعربي؟ بواقي السكيزوفرينيا، فاهم؟ اللي هو سكيزوفرينيا بسيطة نتيجة البارشال امبروفمنت على العلاج. يعني هي كانت شديدة، مع العلاج الدنيا اتحسنت شوية، بقى اسمها ريزيدوال سكيزوفرينيا، يعني دي يعتبر أخف نوع من السكيزوفرينيا. طيب بعد كده بقى السمبل سكيزوفرينيا، أو لها اسم تاني اسمها سمبل ديتيريوريتيف ديس اوردر، تاخد بالك؟ ده الاسم التاني ليها. دي من أسوأ الأنواع، للأسف دي من أسوأ أنواع السكيزوفرينيا، هي والديس أورجانيزد. فيها إيه بقى السامبل سكيزوفرينيا؟ مبدئيا هي أصلا حاجة جرادوال وسلولي بروجريسيف. يعني إيه؟ يعني حاجة بتاخد وقت طويل جدا عم اكتشف إنها أصلا سكيزوفرينيا. يعني هي بدايتها مش سكيزوفرينيا خالص، صعب جدا تعرف إنها سكيزوفرينيا. فهي بتبدأ جرادوال وبروجريسيف over the years، يعني على مدار السنين، 20 سنة 10 سنين، تبدأ بقى تظهر الحاجات دي. أول حاجة بتظهر فيها هو بيقولك no positive symptoms. دي الصعبة بقى في الموضوع، لأن البوزيتيف symptoms دي من الحاجات السبيسيفيك للسكيزوفرينيا. فلما تغيب الحاجات دي أنا هعرف السكيزوفرينيا إزاي؟ ده الحاجات الفلات افكت والسوشيال ويزدرول دي مع أمراض تانية كتير، انما الديلوجنز والهالوسينيشن دي حاجه سبيسيفيك لمين؟ للسكيزوفرينيا. فبالتالي غياب البوزيتيف سيمبتومز دي حاجه صعبه جدا، وبتصعب التشخيص وبتخلي المرض انسيدوس اونست، يعني بيبدا بدايه متخفيه، انت مش واخد بالك منه هو بدا امتى. يبقى نو بوزيتيف سيمبتومز، بس النيجاتيف سيمبتومز ار بروميننت زي الفلات افكت والسوشيال ويزدرول. بروفاوند ده مش ماركت، دي حاجه اعلى من ماركت كمان، فاهم؟ يعني دي حاجة صعبة جدا. profound social and functional impairment، حاجة صعبة جدا جدا يعني. other psychotic disorders. هنتكلم عن أول حاجة ال delusional disorder، اللي هو اضطراب الوهم. هو عبارة عن وهم بس مفيش أي hallucinations، وكمان لا يتطابق مع الكرايتيريا بتاعة السكيزوفرينيا. هو عبارة عن ايه؟ قالك non bizarre delusions at least 1 month. اهم حاجه كلمه نون بيزار دي، تمام؟ عشان نفرقه عن الديسورجانيزد تايب. يبقى نون بيزار delusions at least 1 month، مفيش hallucinations، مفيش برضو disorganized speech، ومفيش كاتاتونيا او تخشب، وكمان مفيش فلات افكت، ومفيش سوشيال وزرار. يعني هي عباره عن بس مجرد delusions. الديلوجنز دي ليها انواع كتير، وقلنا الكرايتيريا doesn't meet مع السكيزوفرينيا. الانواع بتاعتها رقم 1 إيروتومانيا. يعني ايه بقى إيروتومانيا؟ إيروتومانيا ده اللي هو واحد متخيل ان في حد
واحد او واحدة يعني متخيلة ان في حد بيحبها او حد بيحبه وبيعشقه، وعارف انت اللي هو هيمان فيه، اللي هو جنون العشق. هو ده، هو مفكر ان في حد كده، وهو مفيش كده، مفيش الكلام ده، بس هو متوهم بحاجة زي كده. ايروتومانيا، ايروتومانيا دي حاجة مهمة. جرانديوز ده اللي هو جنون العظمة، واحد شايف نفسه مش شايف اي حد. انت عارف طبعا جنون العظمة. جيلس او انفيداليتي ده اللي هو جنون الريب او الشك. الخيانة اللي هو واحد مثلا حاسس ان مراته بتخونه، واحدة حاسة ان جوزها بيخونها، فاهم؟ ودايما شاكك فيه ودايما شك فيه. في بيرسكيوتري اللي هو اوهام اضطهادية، فاكر ان حد هيموته، فاكر ان حد هيسمه، حد عايز يأذيه او بيفكر يأذيه. سوماتيك ده اللي هو الاوهام اللي هي وهم المرض، واحد متوهم انه عنده مرض معين وبيروح لدكاترة كتير وبتاع، والدكاترة بتقول له مفيش حاجة، بس هو متوهم انه عنده مرض معين. في بقى ميكس في الانواع دي كلها delusional disorder. بعد كده بقى في حاجة اسمها سكيزو افكتيف ديسوردر. يعني ايه بقى كلمة سكيزو افكتيف؟ هي عبارة عن جزئين، سكيزو وافكتيف. سكيزو يعني السكيزوفرينيا، اعراض السكيزوفرينيا اللي هي delusions والهالوسينيشنز والديسورجنايزد سبيتش والفلات افكت والسوشيال ويزدرول والكلام ده والكاتاتونيا. الافكت معناها مود، مشكلة في المود، يا اما ديبريشن يا اما باي بولر، يا اما باي بولر او ديبريشن او مانيا. تمام، ده السكيزو افكتيف، يبقى هو ميكس ما بين الحاجتين ده. طب الفكره بقى ان السكيزو افكتيف عشان بس ما نتلخبطش، هو مش مود ديس اوردر. السكيزو افكتيف هو بدأ سكيزوفرينيا وبعد كده قلب باكتئاب او باي بولر. يعني هو بدأ في الاول بايه؟ سكيزوفرينيا، بعد كده بقى باي بولر. تمام. في حاجه تانية هنعرفها اسمها ايه؟ اسمها سايكوتيك مود ديس اوردر. ده حاجة أصلا بدأت بديلوجنز وهالوسينيشنز عادية سكيزوفرينيا، وانتهت سايكوتيك مود ديس اوردر. سايكوتيك مود ديس اوردر دي حاجة بدأت بمود باي بولر مثلا أو ديبريشن، وانتهت في الآخر بسكيزوفرينيا وهالوسينيشنز وديلوجنز. يبقى نفهم الكلمة اللي جت في الأول اسمها سكيزو افكتيف، يبقى أول حاجة جت مين؟ سكيزوفرينيا. طب اللي جت بعد كده المود، اللي هي الديبريشن أو الباي بولر. طب العكس بقى، في حاجة اسمها السايكوتيك او السايكوتيك مود ديس اوردر العكس. هو بيقول لك السكيزو افكتيف اتليست، دي اهم حاجه عشان نفرقها عن النوع التاني، اتليست 2 weeks of schizophrenia symptoms without mood symptoms. واخد بالك؟ يبقى لازم يبقى في اسبوعين سكيزوفرينيا من غير اي مود سيمتومز. طيب دي بنفرقها عن ايه؟ عن السايكوتيك مود ديس اوردر. السايكوتيك مود ديس اوردر هو مود ديس اوردر بس انتهى بسكيزوفرينيا، يعني انتهى بديلوجنز وهالوسينيشن، بس بدأ بمين؟ بدأ بمود ديس اوردر. هي دي الفكرة بتاعت الايه؟ الحوار ده. طيب في حاجة اسمها بريف سايكوتيك ديس اوردر، يعني حاجة بسيطة من السكيزوفرينيا في فترة قصيرة. بريف يعني قصيرة. بيقول لك من 1 day ل 1 month of schizophrenia. دي يعتبر بينا وبين بعض كده acute schizophrenia. 1 day to 1 month of schizophrenia symptoms acute و transient و reversible. خلي بالك من الحتة دي، acute و transient و reversible. من أهم الأمثلة بتاعتها post partum psychosis، اللي هو ممكن تحصل أعراض بتاعت السكيزوفرينيا في فترة البوست بارتم بيريود، اللي هي فترة النفاس، ممكن يحصل فيها أعراض السايكوزس. تمام. طيب التريتمنت بقى، العلاج بتاعنا ماشي على لاينز كتير. أول لاين لازم نفهمه هو الهوسبيتاليزيشن. هو إمتى أحجز عيان سكيزوفرينيا في مصحة؟ مش عارف يتعايش مع المجتمع، ممكن مثلا يموت نفسه، واخد بالك، اللي هو suicidal attempts. تمام، انتحار، ممكن ينتحر، واخد بالك. ممكن اسباب كتير، يعني عنده مثلا اعراض من اعراض التخشب، دي حاجه انديكيشن جامد اصلا العلاج الكهربي، فاهم، اللي هو الكاتاتونيا. عنده مشاكل، احنا قلنا الحاجات البور بروجنوزس واللي مش بيستجيب للعلاج،
زي ال disorganized type والكلام ده، لا ده لازم يتحجز. تمام. يبقى الهوسبيتاليزيشن ده في الحالات اللي هي الشديدة جدا واللي مش بتستجيب بالأدوية واللي عليها أعراض زي الكاتاتونيا والأعراض الانسحابية. تمام. نفس الانديكيشنز بتاعت الاي سي تي هنقولها في الآخر. الدراجز بقى، الدراجز عندنا عشان الامتحان لازم نعرف الموضوع ده. الدراجز هو فكرة أصلا فكرة السكيزوفرينيا ايه؟ فكرة السكيزوفرينيا من الآخر يعني يقال إنه زيادة في الدوبامينرجيك اكتيفيتي ان ذا برين. الدوبامين عالي، فاحنا هندي أدوية تقلل الدوبامين، انتي دوبامينرجيك دراجز. تمام. طيب الانتي دوبامينرجيك دراجز دي، تمام، عندنا نوعين منها، تيبيكال انتي سايكوتكس واتيبيكال انتي سايكوتكس. التيبيكال انتي سايكوتكس بنستخدمها للحاجات اللي فيها بوزيتيف سيمبتومز زي مثلا الديلوجنز والهالوسينيشنز. من اهم الادويه اللي لازم نعرف اساميها الهالوبريدول والكلوربرومازين. هالوبريدول وكلوربرومازين. طيب الاتيبيكال انتي سايكوتكس بقى دي حاجات بنستخدمها، ادويه بنستخدمها عشان النيجاتيف سيمبتومز والريزيستنت كيسز من السكيزوفرينيا زي الكلوزابين، ريسبيريدون، والأولانزابين. تمام. أولانزابين، يبقى أولانزابين وكلوزابين وريسبيريدون. طيب في بقى طبعا سايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي بقى، اللي هو في دايناميك بكل انواعه بقى، الدايناميك ثيرابي والجروب ثيرابي، يعني سايكوثيرابي علاج نفسي. تمام. في بقى طبعا اللي هو المهم جدا الاي سي تي او الالكترو كونفالسيف ثيرابي اللي هو العلاج بالكهرباء. تمام. ده طبعا الانديكيشنز بتاعته نفس الانديكيشنز بتاعت الهوسبيتاليزيشن اللي هي ايه يعني، في حالات السيفير سيمبتومز، في حالات المود افكشن اللي هي السكيزو افكتيف مثلا، واللي ممكن يحصل فيها ديبريشن. الديبريشن ممكن يعمل سوسايدال اتمبتس. طيب الكاتاتونيا برضو الحالات اللي هي فيها تخشب واكس فلكسبيليتي والحاجات اللي احنا قلناها. سوسايدال اتمبتس محاولات الانتحار. وبكده نكون خلصنا موضوع الاسكيزوفرينيا بطريقة بسيطة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.